في يوم من أيام شهر فبراير سنة 2013 دخل شخص مبنى المخابرات الحربية في بورسعيد. قدم بطاقته على البوابة واسمه اتسجل واتطلب منه يستنى. قعد على كرسي معدني في قاعة الانتظار ولاحظوا إن عينه بتلف في المكان وكأنه حافظ كلام هيقوله ومرتب الجمل في دماغه كويس وبيراجع كل الكلام في راسه. بعد شوية الباب اتفتح واسمه اتنادى ودخل مكتب واسع. الضابط قال له: اتفضل سمعك. الشخص ده أخد نفس عميق وقال بنبرة حاول يخليها طبيعية: يا فندم، أنا جاي أبلغ عن محاولة تواصل من الموساد حصلت معايا. وبدأ يحكي عن موقع شافه بالصدفة وعن إعلان لمكافأة كبيرة وعن مكالمة من رقم دولي وشخص سمى نفسه أبو منصور. وفضل يتكلم وكان بيحكي بهدوء ويختار كلماته بعناية ويظهر نفسه في صورة الشخص اللي خاف وقرر يبلغ بدري قبل ما الموضوع يكبر. الضابط سمع للآخر من غير ما يقطعه، ولما خلص قال له بشكل واضح وصريح بضرورة إنهاء أي علاقة تربطه بالأشخاص دول فوراً، وتم التأكيد عليه إن أي رسالة توصله منهم أو محاولة تواصل أو طلب معلومات مهما كان بسيط لازم يبلغ عنه في الحال ومن غير تأخير. لكن الحقيقة إن محمد ما كانش جاي يحكي كل حاجة، كان جاي يحكي بس الجزء اللي يحميه. ونقول الحكاية من الأول. محمد علي عبد الباقي حسنين اتولد يوم 26 مارس سنة 1974 في حي الأفرنجة اللي في محافظة بورسعيد. وبورسعيد وقتها كانت مدينة حيوية مليانة حركة سفن وتجارة وناس جاية ورايحة، وده خلى أي طفل يكبر فيها يبقى شايف الدنيا أوسع. محمد اتولد في أسرة حالتها المادية مستقرة، لا هي من الأثرياء ولا بتعاني من ضيق الحال. بيتهم كان بسيط لكنه قايم على النظام والاحترام. وكان محمد هو الابن الأكبر بين 5 إخوات، 3 بنات وولدين. كونه الكبير خلاه يتحمل مسؤولية بدري، يساعد أبوه ويراعي إخواته ويحس دايما إنه لازم يبقى قدوة ليهم. كبر محمد في بيئة شعبية لكنه كان ذكي وبيعرف يتعامل مع الناس. اتعلم من صغره إن الكلام الحلو والعلاقات الطيبة ممكن تفتح أبواب كتير. ومع دخوله مرحلة التعليم اختار التعليم الفني والتحق بالمعهد الفني الصناعي في بورسعيد، وفضل فيه لحد ما اتخرج سنة 1995. أول ما خلص دراسته ما استناش وظيفة حكومية ولا قعد يدور على شغل ثابت. كان عنده طموح إنه يبدأ بنفسه، ودخل مجال التجارة واشتغل في البيع والشراء في أكتر من حاجة من غير ما يقيد نفسه بنشاط واحد. يوم يبيع أدوات، يوم يتاجر في سلع استهلاكية. فضل على الحال 4 سنين لحد سنة 1999، وفي الوقت ده بدأ يحس إن المجال ده مش هيديله الاستقرار ولا المكانة اللي هو عايزها. التجارة كانت متعبة، فيها مكسب وخسارة ومفيش ضمانات. ومن هنا بدأ يفكر ينقل حياته لنقطة تانية خالص، نقطة يكون فيها شغل ثابت وعلاقات أقوى ومستقبل أوضح. الفرصة جات له لما قرر يدخل مجال الملاحة البحرية، المجال اللي كان شايفه قدامه طول عمره في بورسعيد. اشتغل في مكتب اسمه باسكول للملاحة البحرية، ودي كانت أول خطوة فعلية ليه جوه عالم الشحن والسفن. الشغل هناك فتح عينه على تفاصيل جديدة: أوراق الشحن، حركة الحاويات، التعامل مع التوكيلات الملاحية، وإجراءات دخول وخروج البضائع. قعد في المكتب ده حوالي 4 سنين اتعلم فيهم الأساسيات، وبعدها بدأ يتنقل بين أكتر من شركة في نفس المجال. التنقل ده خلاه يحتك بناس من مستويات مختلفة داخل المينا. مع مرور السنين وتحديداً في سنة 2010 محمد التحق بشركة نقل وملاحة بحرية كبيرة جداً اسمها شركة حورس للنقل والملاحة البحرية. وشركة حورس شغلها الأساسي كان إدارة كل الإجراءات الملاحية للسفن، سواء اللي بتدخل مصر شايلة بضايع من بره أو اللي بتطلع محملة حاجات لمواني تانية.
يعني هي المسؤولة عن كل خطوة من لحظة وصول السفينة لحد ما البضاعة تطلع ويتم التخليص الجمركي، وكمان متابعة التخزين ونقل الحاويات. أي حد في موقع زي ده بيكون عنده رؤية كاملة على حركة السفن وكل العمليات اللي بتحصل جوه الميناء، وخلال زمن قليل قدر إنه يوصل لمنصب المدير التنفيذي في فرع بورسعيد. المكان ده اداله النفوذ ومعلومات ما كانتش متاحة لأي حد، وكمان علاقاته توسعت مع مسؤولين وموظفين في الميناء. ورغم إن محمد حسنين كان ناجح في شغله ووصل لمكانة مهمة جوه مجال الملاحة البحرية في بورسعيد، إلا إن حياته الشخصية ما كانتش بنفس التوازن. النجاح المهني ما منعش وجود فراغ نفسي وسلوكي، وده خلاه ينجرف ورا علاقات مشبوهة وصحبة سيئة كانت بداية الانحدار الحقيقي في حياته. ومع الوقت اتعرف عن طريق أحد معارفه على مواقع دردشة جنسية وغير أخلاقية على الإنترنت، مواقع قايمة على الإغراء واستغلال الفضول البشري. الدخول للمواقع دي كان بيبدأ بدفع مبالغ بالدولار، وبعدها يتم تحويل المستخدم لغرف خاصة، وبعدها يبدأ التواصل الصوتي والمرئي مع نساء مجهولات الهوية. في البداية كان الموضوع بالنسبة له مجرد تسلية وهروب من ضغوط الحياة، لكنه تحول تدريجياً لعادة متكررة. تكرار الدخول والتواصل ده خلاه يقع في فخ نفسي خطير، الإحساس المزيف بالأمان، وبدأ يتعامل بحرية زايدة ويتكلم عن نفسه بدون حذر. وفي مرة من المرات دخلت معاه واحدة من الفتيات في كلام شخصي مختلف عن المعتاد، سألته عن اسمه، شغله، ومكان إقامته، وبدافع التباهي وحب الظهور صاحبنا كشف لها هويته الحقيقية، وقال إنه شغال مدير تنفيذي في مجال الملاحة البحرية داخل ميناء بورسعيد. الخطوة دي كانت نقطة تحول خطيرة، لأنه من غير ما يحس فتح باب لمجهولين للوصول لمعلومات حساسة عن موقعه الوظيفي وطبيعة عمله. وبعد أيام قليلة محمد فتح صفحة الفيسبوك بتاعته ولقى طلب صداقة جديد. لما دخل يشوف مين بعتله لقى صورة بنت شكلها شبه عاري تقريبا، والأغرب إنها من جوه الحساب مكتوب عليها إنها إسرائيلية. صاحبنا بقى يرجع ويقول له كفاية لحد كده؟ لا، بالعكس، ده على طول قبل طلب الصداقة، وأول ما بدأ يتكلم معاها كأنه اتسحب من رقبته. ومش بس كده، البنت بعتت له كمان حسابات لبنات تانيين من نفس النوعية، وكل ده كان بيطلب منه يتفاعل معاهم. محمد دخل على الأكاونتات دي وبعت لهم طلبات صداقة وهم قبلوها بسهولة، ومع كل قبول كانوا بيجروه أكتر وأكتر في اللعبة دي. ومع الوقت الحسابات دي بدأت تتوغل في حياته الرقمية زي الأخطبوط، تدخل وتبني علاقات ظاهرها ود وباطنها استدراج، حتى إنه بدأ يلاحظ حاجة أغرب، إن مش بس حسابات بنات لكن كمان رجال دين وحخامات بدأوا يبعتوله طلبات صداقة. محمد كان فاكر إنه مسيطر على الموقف وإنه يقدر يوقف في أي وقت، لكن الحقيقة إن الاستدراج كان بيتم بهدوء شديد وبأسلوب نفسي ذكي. الحسابات دي قدمت نفسها كأصدقاء مقربين يشاركوه أسرارهم ويطلبوا منه يشاركهم أسراره، لحد ما بقى التواصل بينهم شبه يومي. وبعد فترة بدأ يظهر جانب أخطر، دخلوا معاه في نقاشات دينية وفكرية وسألوه عن معتقداته، وبشكل غير مباشر عرضوا عليه فكرة تغيير دينه واعتناق اليهودية كنوع من إثبات الثقة أو خطوة تقربوا منهم. محمد في اعترافاته بعد كده قال إن من جواه كان رافض تماماً، لكنه مثل عليهم إنه موافق، مش اقتناع، لكن علشان يفضل التواصل مستمر ويفضل يدخل معاهم في العلاقات الحرام دي ببلاش، بدل ما كان الأول بيدخل على مواقع ويدفع. وسط دوامة العلاقات المشبوهة اللي دخل فيها محمد حسنين على الإنترنت، جه قدامه موقف كان نقطة تحول حقيقية في حياته. في يوم من الأيام وأثناء تصفحه للسوشيال ميديا لقى منشور متشارك من واحدة ضمن قائمة أصدقائه بيتكلم عن موقع عبري بيعرض مكافآت مالية كبيرة توصل ل10 مليون دولار لأي شخص يقدم معلومات عن جنود إسرائيليين مفقودين أو أي معلومات مفيدة تانية.
الزبون مجرد إنه شاف $10 مليون الطمع لعب في عينه وبدأ يتخيل إن دي فرصة وممكن تغير حياته بالكامل. ورغم إنه ما كانش عنده أي معلومات حقيقية عن الموضوع، الفضول الممزوج بالطمع خلاه يدخل على الموقع ويشوف التفاصيل بنفسه، والموقع كان مصمم بشكل احترافي. وبدون تردد سجل صاحبنا بياناته الشخصية بالكامل، كتب اسمه ورقم تليفونه وعنوانه وبريده الإلكتروني، وكأنه بيقدم على طلب وظيفة. ولما وصل لخانة المعلومات كتب ادعاء كذب إن الجنود اللي بيسألوا عنهم موجودين داخل مصر، رغم إنه ما كانش يمتلك أي دليل أو معرفة حقيقية بالكلام ده. كان هدفه الوحيد إنه يلفت الانتباه ويكون ليه نصيب في المكافأة. عدت شهور بدون أي رد، وصاحبنا بدأ يفتكر إن الموضوع انتهى. لكن في نص شهر أغسطس سنة 2011 جات له مكالمة دولية من شخص بيتكلم عربي بلهجة قريبة من اللهجة اللبنانية. اللي بيكلمه سأله على طول عن مصدر معلوماته. صاحبنا حاول يتهرب ولف ودوران في الكلام، وادعى إن طبيعة شغله في الميناء بتخليه يسمع أخبار كتير، وإن اللي قاله مجرد كلام بيتردد. المهم الشخص ده سمع منه الكلمتين، وبعدها عرفه بنفسه إن اسمه أبو منصور، وطلب منه الاحتفاظ برقمه والتواصل من خلال نفس الرقم، ولو ظهرت أي معلومات جديدة لازم يقوله، وإنه لازم يستخدم رقم كودي محدد وهو 2150 في بداية أي مكالمة بينهم. بعدها بأسبوعين تقريبا جه اتصال تاني من نفس الشخص، لكن المرة دي بأسلوب مختلف. بدأ يسأله عن تفاصيل شخصية، وضعه الوظيفي، مستوى دخله، هل عنده عربية، وهل عنده حسابات بنكية. الأسئلة كانت عادية، لكنها في الحقيقة كانت محاولة لرسم صورة كاملة عنه، وضعه المالي، مستوى معيشته، ونقط ضعفه. ومحمد ما كانش مدرك إن كل إجابة بيقولها كانت بتتسجل. خلصت المكالمة ومفيش أي اتصال بعدها لمدة 2 شهر كاملين. صاحبنا قعد في حالة من الحيرة، لا على حامي ولا على بارد. كل اللي حصل إن الناس اللي كان بيتواصل معاهم خدوا منه كل بياناته، وبعد كده اختفوا تماما، ولا حد سأل عنه ولا حد رجع يتصل. بعد فترة قرر ياخد خطوة ويجرب يتواصل. مسك تليفونه واتصل على رقم أبو منصور، بس أول ما حاول اتفاجئ إن الرقم مقفول. حاول مرة 2 3 وقعد على الحال ده 10 أيام وهو بيتصل على طول ومفيش أي رد والرقم مقفول. ويمكن دي كانت إشارة من ربنا، علامة بتقوله كفاية، ارجع عن الطريق ده قبل ما تقع أكتر. بس هو ما كانش قادر يلم نفسه. بعد كده مسك الكمبيوتر ودخل على موقع الموساد الإسرائيلي وفتح خانة الاتصال الرسمية، جاب الإيميل وبعت لهم رسالة طويلة بكل التفاصيل اللي حصلت بينه وبين أبو منصور، اسمه، عنوانه، وظيفته، وكل المعلومات اللي عنده. ولإثبات صحة كلامه كتب كمان رقم أبو منصور والرقم الكودي الخاص بيه. بعد يومين اتفاجئ باتصال من أبو منصور نفسه، لكن المرة دي نبرة صوته كانت حادة جدا وفيها جدية ملحوظة. طلب منه يقابله شخصيا، لكن المقابلة هتبقى بره مصر. وكمان سأله علشان يعرف منه ايه هي الدول اللي ممكن يسافر لها بسهولة بحيث تكون التأشيرة سهلة وما تسببلوش أي مشاكل. ورد عليه صاحبنا وقال له الدول اللي ممكن يسافرها بسهولة على حسب وضعه وإمكانياته المتاحة. وفي الآخر اتفقوا إن المقابلة بينهم هتكون في شهر مارس سنة 2012 في تايلاند، وتحديداً في بانكوك، باعتبارها الدولة سهل السفر ليها بالنسبة له بحكم طبيعة شغله. محمد أخد أجازة من شغله وبلغ أهله إنه مسافر رحلة عمل عادية، وحجز تذكرة وسافر. أول ما وصل بانكوك التزم بالتعليمات اللي وصلته من الإقامة في فندق محدد، التحرك من خلال جدول معين، وزيارة أماكن مختلفة في أوقات متفرقة. التحركات دي ما كانتش عشوائية، كانت وسيلة للتأكد إنه غير مراقب وإنه مش متتبع من أي جهة أمنية، وبالتحديد من جهاز المخابرات العامة. بعد أيام من المراقبة غير المباشرة، أبو منصور واللي اسمه الحقيقي بنيامين
اتصل بيه وقال له بنبرة هادية كأن الموضوع رحلة سياحية: عايزك تاخد راحتك على الآخر، تاكل، تشرب، تسهر، تعمل كل اللي نفسك فيه، واطمن انت ضيف عندنا يا عم، وكل مصاريفك علينا، أهم حاجة تبقى هادي ومطمن. وفعلا سابوه كام يوم في بانكوك من غير أي ضغط، فندق 5 نجوم، خروجات، أكل، سهر، لحد ما روق نفسه على الآخر وحس إن الدنيا سهلة ومفيش أي خطر. بعدها جاله الاتصال المنتظر من بنيامين. صوته المرة دي كان جدي أكتر، وقال له: الكلام اللي هقوله لك دلوقتي عايزك تنفذه بالحرف الواحد. يوم الجمعة الجاية الساعة 8 الصبح تنزل من الفندق اللي انت فيه وتركب أي تاكسي وتروح كافيه اسمه ماريان، تقعد هناك ساعة كاملة. بعد كده تاخد تاكسي تاني على السوق التجاري، تدخل المطعم الإيطالي اللي هناك وتقعد 2 ساعة بالظبط. بعدها تخرج تركب تاكسي وتروح مبنى اسمه ويشين باوا، تدخل من المدخل رقم 2. قدامك على طول هتلاقي الأسانسير، وعند الأسانسير هيكون في واحد مستنيك، هو اللي هيتصرف بعد كده. أهم حاجة ما تنساش كلمة واحدة من التعليمات. أول ما وصل عند الأسانسير لقى فعلا حد واقف مستنيه. ركبوا مع بعض لحد ما وصلوا الدور الثالث، ودخلوا أوضة جنب باب الطوارئ. ولما دخل الغرفة استقبلوا 2 واقفين قدامه، طلبوا منه يخلع كل هدومه بالكامل، وبعدها فحصوه بجهاز كشف المعادن عشان يتأكدوا إنه مش مزروع جواه أي جهاز. بعد ما اطمنوا إنه كله تمام، طلبوا منه يلبس تريننج ويلبس في رجليه حذاء من أحذية الفنادق. بعدها أخدوه على جناح تاني وطلعوه على الدور 13. أول ما دخل الغرفة لقى أبو منصور اللي هو بنيامين قدامه. أبو منصور رحب بيه وقعدوا يتكلموا في كل التفاصيل، وسألوا كمان عن كل اللي حصل قبل كده. وبعدين قال له أبو منصور بصوت واثق: شوف بقى، أنا عارف إنك كذاب وما تعرفش أي حاجة عن الجنود المخطوفين، بس دلوقتي خلينا في المهم. أنت اللي بعت بنفسك وطلبت تشتغل معانا، إحنا محدش أجبرك ولا حد ضربك على إيدك، بس بما إنك طلبت يبقى الشغل علينا. وبعد كده شرح له المهام. أول ما ترجع مصر، كل صغيرة وكبيرة بتحصل في المينا لازم توصل لي أول بأول في تقرير أسبوعي كامل. جمع كل البيانات عن كبار المسؤولين، أسمائهم، عناوينهم، عائلاتهم، وظروفهم الاجتماعية. وكمان تركز على السفن الإيرانية اللي بتعدي في القناة وتبلغني بكل التفاصيل أول بأول. وبعد ما خلصوا كلام الشغل جاب سيرة الفلوس. راتبك الشهري هيبقى 2000 دولار، وكل تقرير هتبعتوه حسب أهميته هتاخد عليه 5000 دولار. وفي الآخر الضابط بنيامين شاؤل بلغوا إن في خطوة تكميلية لازم تتم قبل التنفيذ، وهي السفر إلى الفلبين لاستلام الوسائل الفنية والتدريب على استخدامها. وبالفعل سافر إلى مانيلا ونزل في الفندق اللي تم تحديده، وهناك كان في استقباله شخص تاني واللي هو المتهم التالك، وهو الضابط دافيد مائير. وفي مانيلا محمد أخذ تدريب عملي مكثف على أساليب الاتصال الآمن ونقل المعلومات بسرية. التدريب ركز على إزاي إنه يستخدم وسائل مشفرة تمنع تتبع الرسائل أو معرفة مصدرها، وإزاي يتجنب لفت الانتباه. الهدف كان إنه يشتغل من داخل مصر دون ما يسيب أي أثر واضح. وخلال فترة وجوده في الفلبين الموضوع دخل مرحلة أخطر، ما بقاش مجرد كلام أو وعود، بقى تجهيز فعلي للتنفيذ. وهناك سلموه الأجهزة اللي هيعتمد عليها في شغله بعد ما يرجع مصر. استلم لابتوب متجهز ببرامج تشفير معقدة معمولة مخصوص علشان يقدر يكتب تقاريره ويبعتها من غير ما حد يقدر يوصل لمصدرها بسهولة. الجهاز ما كانش عادي، وكل حاجة عليه متظبطة بخطوات استخدام محددة، وما ينفعش يشتغل بيه غير بالطريقة اللي اتدرب عليها.
كمان استلم موبايل بتقنيات اتصال مختلفة عن المعتاد، ومعاه شريحة مخصصة للتواصل معمولة بحيث تصعب عملية تتبعها أو ربطها بيه بشكل مباشر. وتم التنبيه عليه إن الموبايل ده ما يتفتحش غير في أوقات معينة، وما يتحطش جنب تليفونه الشخصي، وما يستخدموش في أي حاجة خارج نطاق المهمة. رجع صاحبنا على مصر وبدأ يفكر بطريقة أخطر بكتير من مجرد تنفيذ المهمة اللي اتدرب عليها. وفي يوم كان قاعد هو وشيطانه ياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام، الطمع لعب في دماغه وخلاه يتخيل إنه ممكن يستفيد من كل الأطراف بدل ما يكون تابع لجهة واحدة بس. والفكرة كانت واضحة في ذهنه، ليه ياخد مقابل من جهة واحدة وهو يقدر يفتح لنفسه أكتر من باب ويضاعف المكسب؟ وابتدى يقول لشيطانه: يعني هم عايزين يعرفوا كل حاجة عن إيران، وإيران نفسها أكيد عايزة تعرف أخبارنا وأخبارهم. طيب وأنا ليه أقيد نفسي بجهة واحدة؟ أنا ممكن أشتغل مع الاتنين وأقبض من الاتنين. بس ضميره والشيطان الداخلي كانوا بيحذروه: اللي انت بتعمله ده خطر جدا، اللعب مع المخابرات مش لعب عيال، لو عايز تحمي نفسك اعمل باللي هقولهولك بالظبط. النصيحة كانت واضحة: يروح الأول للمخابرات الحربية ويقول لهم كل حاجة من البداية، يحكي لهم ازاي يتعرف على ناس من الفيسبوك، وانه في الأول ما كانش عنده فكرة عن ديانتهم أو نواياهم. وفي نفس الوقت يوضح انه راجل وطني وقرر يوقف أي غلط ويبلغ المخابرات بكل حاجة عشان يحمي نفسه، وإنه عنده دلوقتي خط وإيميل قديم كان بيشتغل بيهم، ودلوقتي معاه خط جديد وإيميل جديد وتليفون جديد، ولما يروح يبلغ هيسلمهم الخط القديم والإيميل القديم، وبكده المخابرات تتابع كل حاجة وتراقب الوضع على الرقم القديم والإيميل القديم ومش هيوصلوا لحاجة. وبالفعل بعد ما أخذ النصيحة على محمل الجد، جمع نفسه، شد حيله، وطلع على مكتب المخابرات عشان يبلغ بكل التفاصيل عن اللي حصل، من أول تعرفه على الحسابات لحد تواصله معاهم، خطوة خطوة وبكل وضوح. التحقيقات استمرت وهو حافظ دوره كويس، متعاون، هادي، وبيقدم اللي يطلب منه من غير اعتراض. الضابط سمع للآخر من غير ما يقطعه، ولما خلص الضابط قال له بشكل واضح وصريح بضرورة إنهاء أي علاقة تربطه بالأشخاص دول فوراً ودون رجعة، وتم التأكيد عليه إن أي رسالة توصله منهم أو محاولة تواصل أو طلب معلومات مهما كان بسيط لازم يبلغ عنه في الحال ومن غير تأخير. ومشي محمد وهو فاهم إنه بكده ضحك على المخابرات وإنه في أمان. وفي يونيو 2013 محمد حسنين دخل على موقع المخابرات الإيرانية وحاول يعرض نفسه عليهم ويعرفهم بخبراته، وكتب لهم إيميل شرح فيه كل اللي يقدر يقدمه من معلومات عن إسرائيل وطبيعة عمله وقدرته على متابعة كل التفاصيل المهمة. الإيميل الأول ما جابش رد مباشر، لكن بعد فترة جات له رسالة على حسابه من واحدة اسمها رياح الشمال. بدأ يتواصل معاها ويبعت لها رسائل، وبالتدريج اتأكد إنها فعلا تابعة للمخابرات الإيرانية. وقتها قال لها إنه عنده معلومات مهمة جدا عن ناس محددة، والمعلومات دي قيمتها كبيرة جدا، وطلب منها توصله لشخص كبير عندهم يقدر يستفيد منها. هي وعدته إنها هتوصل المعلومة للجهة المسؤولة. وسط كل ده الأجهزة الأمنية في مصر كانت مراقباه على طول. كل التحريات اللي وصلتهم قالت إن الشخص ده لا يمكن الوثوق فيه، وإن اللي بيعمله كله إما مناورة أو إنه متجند بالكامل. محمد حسنين من ناحيته كان حريص جدا على كل حركة، وما كانش فيه أي مكالمات تليفون مباشرة. كل التواصل كان عن طريق الإيميلات واللابتوب المشفر اللي كان معاه. وبعد 4 شهور حصلت مكالمة من أبو منصور لمحمد وهو موجود في مصر. الأجهزة الأمنية وتحديداً حرس الحدود رصدت المكالمة فوراً، ولقوا إن الخط ده مخصوص للمكالمات السرية فقط، والموجات اللي اتبعتت فيها مختلفة عن أي موجات جوه البلد. بعد تتبع دقيق عرفوا مكانه ومصدر المكالمة، وعرفوا إنه هو الشخص اللي كانوا بيتابعوه. تم القبض عليه فوراً، وتم تفتيش بيته ومكان شغله، ولقوا عنده كل الأدوات اللي كان بيستخدمها:
تليفون مشفر، لابتوب لإرسال الإيميلات، وكل الأدلة الرقمية. محمد حاول يدافع عن نفسه ويقول إن كل اللي عمله كان بعلم الأجهزة الأمنية في مصر وإنه رجل وطني، لكن الأدلة الرقمية وكمان كل الرسائل والإيميلات اللي بعتها للموساد، كل حاجة كانت بتثبت تورطه الكامل، ومفيش أي طريقة ينفي بيها دوره في التجسس والتخابر. وكل الأدلة دي كانت كافية لإحالته للمحكمة الجنائية بتهمة التخابر. مع توالي التحقيقات اتضح للجهات القضائية إن محمد حسنين كان مش بس بيتعامل مع الموساد الإسرائيلي، لكن كمان حاول يزود فرصه المالية بالتواصل مع جهات تانية، وده زاد من خطورة تصرفاته. التقرير النهائي كان شامل وبيوضح كل تفاصيل الشبكة اللي بناها وطرق جمع المعلومات اللي استخدمها والتهديد اللي مثله على الأمن القومي المصري. وبناء على كل الأدلة حكمت المحكمة عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. التهم كانت واضحة وقاطعة: التخابر مع دولة أجنبية والسعي للتخابر مع دولة أجنبية أخرى، وكل ده تحت رصد ومتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية. الحكم كان بمثابة تأكيد إن القانون بيقف بقوة قدام أي محاولة للخيانة، وإن أي تلاعب بالأمن القومي مهما حاول الشخص يبرره ما بيعديش من تحت المجهر الرقمي والمحاسبة القضائية. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.